مزحم من كل النواحي، يعني مشاغلهم والتزاماتهم. فأصبح مرة في الأسبوع عشاء، لأن الغدا كانوا مرتبطين بمجلس وزراء والبلد كبرت والحمد لله ومسؤولياتهم كثرت، فصار عشاء كل أسبوع واستمر إلى يومنا الحاضر. الملك سلمان أحرص إنسان على العشاء، كل أربعاء يجتمعون. الأربعاء كنا على العشاء، كان مع الملك سلمان على العشاء في بيت أخته الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز، والأربعة اللي فات كان عند الأميرة لطيفة لأن الوالدة توفت والأميرة جواهر توفت أخته، ففضلت الأميرة لطيفة والأميرة الجوهرة، فأربعة عند الأميرة لطيفة وأربعة عند الأميرة الجوهرة. وكان حريص على العشاء بدري، كان يفتقد أي أحد فينا ما جاء. أنا الأربعة اللي فات كنت ما جيت، لما شافني قال وينك يا الجوهرة الأربعة اللي فات، مع أني أنا اعتقدت أنه ما حينتبه، ما شاء الله مجموعة وكثار، وأخوانك كان الأمير أحمد، أولاد إخوانه والأحفاد والأطفال، يعني حتى الأطفال الصغار كانوا يجون ويتصور معهم ويأخذهم، هم فرحانين أنهم مع الملك، فكان يحضنهم ويتصور معاهم ويقعد معاهم. وكان دائما عنده نكتة يقول أستغرب هذول الأطفال كنت أشوفهم دائما، ليش الحين صاروا يحبون يتصورون معي؟ مش عشاني، أكيد عشان صرت ملك. فبس أنا طول عمري أشوفهم، يعني كل أربعة نجتمع في بيت واحدة من أخواتها، حتى الأطفال، يعني حتى يجي طفل عمره سنة ونص سنتين فكل يحب يتصور معه وكل يكون معه. فكان حريص على العشاء بدري لأنه ينام بدري ويصحى بدري. كان دائما يقول لنا أحب العشاء بدري، وحتى لما كانوا اخواني اللي اكبر منا، كان في الامير نايف الله يرحمه، وكان الملك فهد والامير سلطان، وكل اخواني اللي كانوا اكبر منا كان ينتظرهم بالعشاء، فكان يقول لنا حطوا عشاء انا اللي بدري، اكل بدري واقعد انتظر اخواني، بس ما اقدر اتاخر. انا كان احيانا الامير نايف يتاخر في الداخليه او الملك يتاخر، فكان يقول انا حطوا لي عشاء اكل بدري واستنى اخواني، لكن ما اقدر استنى متاخر لان انا اصحى بدري. ومعروف هو نظامي جدا، كان دائما يورينا دائما في جيبه ورقه يطلعها يقول شوفوا برنامجي، يحكي لنا برنامجه. كان عنده عادات لا يمكن ابدا يتركها. لما نروح ما عنده على الغداء كان لازم يتصل بكل احفاده، اللي في لندن يدرس، اللي في على حسب توقيتهم، فيقول لنا دائما اللي في امريكا اكلمهم بالليل قبل ما انام، واللي في لندن في الدول اكلمهم على الغداء. يتصل حتى اللي في البلد، كان عنده طبعا احفاده اولاد المرحوم فهد بن سلمان، اولاد المرحوم احمد بن سلمان، لازم يكلمهم واحد واحد، ولما ما يجي واحد فيهم يكون موجود وينك ليه ما جيت، يعني فعلا يتفقد واحد واحد. واذكر مره كنا متعشين مع الوالده وكل اخواتها من زمان قبل ما تتوفى، كان قالوا تعالوا تعشوا عندي، فتعشينا كلنا عنده، وكان واحد من اولاده ما جاء، كلمه وينك؟ قال له انا في البر. قال انا ما قلت لك عماتك حيتعشون، المفروض تكون موجود، ارجع الحين من البر عشان عماتك. فامي ترجت، قالت يا اخوي اخاف يكون الطريق ويسرع الولد ويجي، الله يخليك عشان خاطري. ترجت فيه قال هالمره بس عشان عمتك لولو، لكن لازم اقول عماتكم الكل يكون متواجد. كان حريص على العيله، كان حريص على زيارات اخواته، لا يمكن انه يعني اي احد توصل اخته يكلمها بالتليفون، وصلت رجعت من السفر يمر عليها يسلم عليها. احنا ابناء اخته مع الوالده توفت لا يمكن في الصيف لازم يكلمنا، يكلم اختي الكبيره وش اخباركم، اخوانك كيفهم، انتم وينكم، وين سافرين، وين رايحين، لازم نعرف جدولنا. كان من المواقف اللي حصلت معنا حقيقه ما يمكن ننساها. كنا في باريس، وحصل مره وهو كان في باريس وكانت الوالده موجوده، فجاه صار في عرس لاحد من الاقارب، فجاه يعني ما هو محضر له، ملكوا كانوا بيتزوجون في باريس وحطوا الفرح في باريس. فكان عندنا، فسأل الوالدة قال البنات بيروحون للفرح هذا الزواج؟ قالت أمي إن شاء الله. قال طب حضروا هدوم، عندهم هدوم. إحساس الأب، أي فعلا إحساس الأب. قالت أمي إيه أخوي السوق مليان في باريس، بيروحون يشترون إن شاء الله ويروحون. قال طب عندهم شيء يلبسونه، مجوهرات، أشياء؟ قالت أمي إيه أخوي خير إن شاء الله، يعني جواز وخير موجود. والله العظيم بعد يمكن 4 أو 5 ساعات أرسل لنا 3 أطقم، واحد لي، واحد لأختي نوف الكبيرة وأختي عبير. قال هذه عشان بناتي يلبسونها في الفرح، شرى لنا إياها وأرسلها لنا، فأرسل لكل واحدة فينا عقد تلبسها في الفرح. يعني هذا إنسان، يعني أنا ما أقدر أنسى هذا الموقف، لأنه أب يعني مسؤول كأنه عن بناته، جو فجأة وجاهم فرح في بلد وغير مستعدين له، ففكر إنه يرسل لنا ايش نلبس. فحقيقه ما اقدر انسى، انا الى الان محتفظه فيه وحاسه انه شيء. لما نتزوج لازم يهدينا، كل واحده فينا لازم منها عندها هديه. كان اي واحده فينا تولد يزورها في المستشفى، حتى بناتنا، يعني مش بس احنا
بنات اخواته حتى احفاد اخواته. زيارات المستشفى، اذكر مره من المرات زارنا للوالده، قال تصدقون كم زياره رحت اليوم؟ 21 زياره في المستشفى. كان يلف، يطلع من بعد صلاه العشاء يلف يؤدي للناس كلها الواجب. من ضمنهم كان عبد الله بن خميس، من ضمن الناس بيته جارنا، فكان دائما اشوف سيارات عنده. بنته زميلتي تقول كان لازم يروح له في العيد يعيد عليه، كان يزوره. كان اذكر لما توفى الله يرحمه عبد الله بن خميس، هو كان بيسافر، كان ولي عهد، قال عدى عليهم في يوم الوفاه وعزاهم، قال لي ما يمديني احضر الصلاه ولا اجي بعد الصلاه. فجاء مر عليهم شافهم وعزى اولاد عبد الله بن خميس وطلع المطار ورايح المطار. كان حريص على تأدية الواجب في المستشفى لكل احد. حتى الان في واحد من يعني في ابن اخوه الامير عبد الله بن محمد، اكبر اولاد عبد الله بن محمد، الى اليوم مريض شوي، يزوره في بيته الان وهو ملك. كل بين فتره وفتره يروح يزوره في البيت يسلم عليه دائما. يعني مريض في المستشفى، عزاء، يعني حريص جدا. كان دائما يقول لنا انه نفهم منه انه صله الرحم معلقه بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. سمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن تركي، الحديث عن الملك سلمان الإنسان الخال الحنون، إذا وصفتي لنا الاجتماع والنقاش، ومعروف عنه قوة الذاكرة والفطنة والاهتمام بالثقافة والأدب، هل يدور الحوار حول عمل كل واحد فيكم، ما أنجز، ماذا أعطى للوطن؟ هل يطلع منكم على جهود بنات وأبناء الوطن، الزملاء، الأصدقاء، كل حسب عمله والمجال اللي هو فيه؟ والله كان حريص كثير على الأعمال الخيرية، كان دائما يعني إحنا بالنسبة لنا، أنا بالنسبة للمركز كان عندي لقاء كان حيحضره، لكن اضطر انه كان في ضيف فاضطر جاء بدل الامير سلطان. كلمني انا شخصيا بنفسه، اعتذر، قال انا اسف. يعني دائما يقول كلمه وانا ابوك، انا اسف وانا ابوك اني ما قدرت اجيك لان الامير في عند الملك عاشته فمضطر وحيحضر بدل الاخ سلطان. برضو عند اختي اي لقاء كان يعني جدا يهتم بالاعمال الخيريه جدا، والاعمال دائما يحثنا على هذا الشيء جدا. الاعمال الخيريه، الاعمال الانسانيه، مساعده الناس. حتى لما انا يعني بعدين دقيق، حتى في اماره الرياض اذا حصل مره مشكله كلمني شخصيا. مع مشكله مع كانت وزاره التعليم بخصوص بعض الاشياء، الرياضه في المدارس، وما الرياضه في المدارس كنا نتكلم عليها، وجو ناس قالوا انه ما حرام وما حرام، فكنت انا اقول لا، مين قال حرام الرياضه؟ اذا بنات مع بنات يلعبوا الرياضه هذه، بالعكس كانت المراه تركب الفروسيه، فقدموا انه كيف انا اقول يعني ان هذه ما حرام. فكلمني شخصيا قال ردي خطاب، ردي عليه بخطاب كذا، انت قلتي كذا، انت صار كذا، ردي عليه بخطاب. ورديت عليه بخطاب. يعني كان اذكر حادثه كمان حصلت لواحده من بنات اخوانا، كان سياره من السيارات عندها صار لها حادث، وكان امير الرياض يدفع غرامة 12,000. فهي قالت لا، المخطي الضابط مش هذا، بس يمكن الشرطة جت مع الضابط، يعني كانت تقول شيء زي كذا. اتصل فيها شخصيا بحادث سيارة، قال لها حادث سيارة حتدفعين 12,000، حتدفعين 12,000، وإذا ما عندك وأنا أبوك أنا حدفعها عنك، أرسل لك 12,000 وروحي ادفعيها، عشان ما أبغى أحد يقول من الأسرة أخطأ وأن عفينا عنه. فهي ردت علي قالت طال عمرك الضابط اللي مخطي، قال حتى لو الضابط اللي مخطي وأنت من الأسرة تنازلي وارسل لك 12، إذا ما عندك فلوس أنا أرسل لك إياها، بس المفروض إن بنفسه كان حادث سيارة. فهي كانت بالنسبة لها كيف يعني أمير الرياض حادث سيارة يكلمني علشانه. وأذكر مرة حادثة كنا مع الملك فهد، كان هو ينام عند الملك فهد في المستشفى، كان عنده غرفة ينام عند الملك فهد إلى أن توفى الملك فهد، يطلع من المستشفى يداوم في الأمارة. فكان في تحت في الإسعاف كان سمعنا دوشة وإحنا في المستشفى عند الملك فهد، فكان نايم الملك سلمان وسمع دوشة فطلعوا، نزل، والله أذكرها، نزل تحت، كانت يمكن حوالي 12:30 1 إلا ربع، لقى شباب ومنهم من الأسرة خناقة عند العزيزية يعني، فمسك أولاد العائلة أعطى كل واحد منهم كف وخذهم كلهم للسجن، قال اقعدوا في السجن زيكم زي غيركم إلى أن بكرة الصبح أنتم كيف تسوون. يعني كان في جروح ومجروح جابوهم المستشفى سجنهم. أذكر واحدة من أمهات الأولاد كلمتني، أعرفها، وكلمتني قالت لي انه كذا كذا حصل وان الامير قلت لها تبغيني اتشفع لي؟ يعني افتكرت انا جاي الام تكلمني شفاعه، قالت لا، انا
قولي له أتمنى يخلي ابني في السجن، أنه كان عاصي فخليه ينسجن، لا يفكه، يخليه هو عمه ويسجنه، يخليه يبغى شهر شهرين يتأدب. وقولي له اني احب على ايده واقول له كثر خيرك اللي سجنته. ما شاء الله. فكانت يعني ما يفرق معه مين من انت، الحق حق. فكان يعني كان جدا حريص على هذه النواحي. في ناحيه ثانيه، في الحريم الكبار اللي كانوا عند الوالده كانوا مربينهم، فكان لما يجي عند الوالده يسال عنهم كيفهم، كيف امي فلانه وامي فلانه اللي كانوا مربينا، فتقول له امي والله طيبين. والله العظيم فجأة قال أبى أروح أشوفهم في محل أهل البيت. وين ساكنين؟ كانوا وين ساكنين؟ عندنا في البيت بس ملحق. مشي قال أنا بروح أسلم عليهم، ومشي راح وداه. حتى أمي قالت أكلم يحضرون نفسهم، قال لا يحضرون نفسهم، أنا بجيهم زي ما هم. وراح سلم عليهم ورجع. يعني كان حريص. حتى اللي كانوا عند الوالدة الله يغفر لها الوالدة حصة أمه، لا زالوا في بعضهم موجودين عند الخالة لطيفة. فكان لما يجي عشاء، يعني العشاء عند خالة لطيفة، يسأل عنهم. كان طباخ، في واحد سواق، في واحد سفرجي. كان يسأل خالة لطيفة وين محمد، وين سعيد، وين؟ تقول له فيه يا أخوي، وناديهم وسلم عليهم. واحد بالعربية يجيبونه، واحد كبير، فيسلم عليهم ويسأل عنهم وينكت معهم على الأكل اللي كان أول والزمن اللي كان أول. كان مرة بعدين عنده يحب التاريخ، وعند الأسر وعراقة كل قبيلة وكل أسرة في الرياض ومن وين، وعارفهم واحد واحد. فكانت الوالدة تقول لما يجي خالكم سلمان ويقعد وأبغى يقعد عندي أطول، أنا دائما مستعجل عنده مشاوير، فلما أبغى سلمان يقعد شوي احكوا عن التاريخ، اسألوه، فينسى نفسه، يصير يحكي لنا عن التاريخ ويحكي عن الملك عبد العزيز، ويحكي من ضمن الأشياء. ومن ضمن القصص كنا مرة قامت الوالدة قبل ما تتوفى طلبنا منه إنه نعمل العشاء حق العادة، يعني اللي نعمله كل 4 يكون في البيوت الطينية في بيت الوالدة حصة. يعني نتذكر عشان نوري الأجيال ونوري البنات والصغار إنه هذا بيت اللي سكنوا فيه أهلكم، والملك فهد والملك سلمان وكل الملوك فيه، والملك عبد العزيز. فقال ما عنده مانع، عطانا إذن وعملنا العشاء في البيوت الطينية في بيت الوالدة حصة. وهو كان متحمس، كلمنا واحدة واحدة، جيبوا أولادكم وجيبوا أولادكم، كل واحد من الأسرة صغير أبغى يجي، أبى أعمل لكم تور، ألف أوريهم غرفة غرفة وين كنا نقعد، وين الملك يقعد، وين الوالدة، وين كنا ننام وكيف كنا ننام. فجاء وقعد. وأذكر وقتها الأميرة لطيفة لبست ثوب للوالدة، لبست لبس الوالدة، كان عندها موزن يعني مخبيته، ولبسته، وكان كل أحد يتصور معها. وأخذهم كل ما جاء جيل أخذه وطلع يلف يورينا البيت ويشرح لهم التاريخ ويقول لهم هنا كنا. فيقول شوفوا كيف كنا ننوم في الأرض، كانت بيوتنا هذه الغرف حقتنا قد كذا، شوفوا حماماتنا كيف صغيرة، كانت حمامات عربية. يعني وريت الأولاد يقول احمدوا ربكم على النعمة اللي احنا فيها الآن، هذه انتم ما شفتوها، احنا عشنا في هالبيت الطين، في هالمكان، في هالغرف، كنا ننام. يوريهم كنا ننوم 3 4 مع خوالهم السدارة، كنا ننام في هالغرفة. كانت الوالدة تفرشنا وتصحينا صلاة الفجر وتقول لنا قوموا صلوا. وكان يحكي لنا نوادر وقصص تحصل مع خواله السدارة، وهو كيف كان، وكان لأن طويل هو، وكان عنده خال مرة قصير. فيقول مرة من يعني زعل من خاله الصغير أصغر منه، وكان يبغى يخلص بالحماية، يقول قلت بشيلك وحطك في القدر إذا ما، لأنه صغير شكله. فكان يحكي لنا نكت، وكان ياخذ الأطفال العيال والكبار يوريهم، يعني يلف بهم في القصر ويحكي لهم ويقول احمدوا ربكم، احنا في نعمة، احنا في خير، احنا دائما يذكر بهذا الشيء باستمرار. شخصية الأميرة حصة أحمد السديري شخصية مميزة ولها مكانة في قلوب الجميع، وبالذات الملك سلمان حقيقة، ويعتري شعور خاص إذا جاء الحديث عنها. كما أخذ من سمات الملك عبد العزيز أيضا أخذ من سمات الأميرة حصة الأحمد السديري. حقيقي هي كانت لها تأثير كبير على أولادها. في يعني إحنا لا زالت إلى اليوم عادات، إحنا الغداء لازم يكون عند أمك، لا زال. يعني حتى أذكر أولاد الملك فهد كان لازم الغداء عند أمهم يوميا. الوالدة الملك سلمان كل أحد لازم عنده غداء، لازم يتغدون الجميع معه. يعني الكل تعودوا هذه العادة من أمهم، زيارة، صلة الرحم، السؤال، تفقد عيالهم أحفادهم. يعني دائما كان يقول العتب ما هو زين، إذا عتبت باستمرار كانت تقول لا تعتب،
خليه يجي ويحس انه مرتاح حتى لو بعد فتره. لما يغيب لا تعتب عليه عشان ما يجفل الانسان او يتراجع، خليه دائما يحس انك برحابة صدر. وكانت الوالدة دائما تقول لما يجوني خوالكم، يعني الأمير نايف أو الأمير سلطان أو الملك سلمان، لا تحكون في أي شيء يزعجهم ولا في المشاكل، احكوا في النكت، جيبوا أشياء حلوة، إن هم جايين من تعب وجايين عندنا يبغون يتسلوا، فليش إحنا نحكي فيه في أشفى مشاكل؟ هم عارفين المشاكل وشي. خلينا نحكي في التاريخ، في أحداث، في يعني أحداث الوالدة لما كانت وكيف نحكي وكيف. فكان دائما عنده جدا جدا حريص على التاريخ وعلى أن ما ننسى، ودونوا ودائما يقولوا سجلوا أشياء الوالدة حصة، اكتبوا عنها، خلوا يعني دائما حريص على أن الوالدة حصة أشياءها ما تنسى اللي كانت تعملها. عملوا هم مؤسسة للوالدة حصة، قال ممكن نشارك فيها كلنا، كان هو رئيس المؤسسة، بس الآن خلى الأمير أحمد على أساس ما هو فاضي ولا متفرغ لهذه المؤسسة. ما شاء الله تستحق هذا البر من خادم الحرمين الشريفين. الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن تركي ابنة المملكة العربية السعودية البارة، إذا تحدثت عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كمواطنة، كلنا نفتخر بهذا الرمز ونقول إمام المسلمين، ماذا تقولي؟ فعلا هو إمام عادل، يعني أذكر هذا الشيء باستمرار، إنسان صارم حازم مع وجود الحنان، الشدة مع الرقة، يعني كان لا يفرق بين أي أحد ولا يميز بالنسبة لنا أو أي أحد ثاني. كان دائما يقول لنا المواطنين قبلكم، أنت تخدم بلدك، فأي لقب أنت مسكته لا يعني أنك أنت تستغل لقبك، اخدم لقبك بأخلاقياتك. كان دائما يقول أي كلمة أمير هي خلق قبل ما تكون لقب، الأمير أخلاق وليس ألقاب. فأنت سفير بلدك، أنت الإنسان اللي تمثل في بلدك، أنت تمثل أهلك وبرا تمثل بلدك. فدائما خليكم حريصين على أنكم تمثلون بلدكم بصورة طيبة، في أخلاقكم، في تواضعكم، في تسامحكم، في أي قدرة لكم أنكم تخدمون البلد تخدمونها حتى لو باسمكم. أنت أمير لازم تخدم بلدك باسمك. فكان جدا حازم علينا وما هو متهاون أبدا، بس أنا جدا فخورة أن يكون بهالحزم، لأن احنا نحتاج أحيانا، لأن هالأجيال اللي طالعة، الشباب اللي طالع، لازم المفروض يحافظ على هذا الاسم. الاسم ليس هو تاج، هو خلق، هو له ضريبة لازم ندفعها باستمرار، ونحاسب على كل تصرفاتنا وألفاظنا وكل ما نملك من قدرات، ان احنا نتعامل مع هاللقب بحيث ان نخدمه ونجعل لقب فعلا مشرف. لازم نعمل. نعم. سمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن تركي، كما ذكرتي لنا تجتمعوا بخادم الحرمين الشريفين كل أسبوع، كل يوم أربعاء. في اجتماعكم هل تتداولوا ما وتصل إليه ما تنجزه؟ ونحن نلاحظ هذه المسيرة من العطاء من بنات الوطن والتميز والإبداع. قبل أيام كنت قد التقيت بنوف الجابري، الثالثة على مستوى العالم والأولى على مستوى الشرق الأوسط في البحوث التي لها علاقة بصداقة البيئة، ومن قيمها هو من يقيم جائزة نوبل، وغيرها الكثير من بنات الوطن المتميزات بكل الوطن. هل يعبر لكم عن إحساس بمثل هذه الإنجازات ودور السيدة السعودية الشابة السعودية، وكيف إحساس بنات الوطن وأبناء الوطن؟ بالعكس جدا فخور، جدا فخور في بنات الوطن، وجدا فخور حتى دائما يقولنا أنتم من الحريم أثبتوا وجودكم أفضل من بعض الرجال. دائما كان يكررها، والله يا بعض الحريم انهم افضل مليون مره من 1000 رجل. الانجازات اللي تعملها والاشياء اللي قمتوا فيها، حتى يقول لو البعض ما قدر، اللي جهله او ما تقدر لا تستطيع القراءه والكتابه وتعلمت، لكن يكفي انها ربت اجيال، ربت جيل صحيح، جيل قادر يواجه المجتمع، بس جدا يفخر بهذه الاشياء جدا حقيقي، ويشجع كثير اشياء المراه يعني. قبل أن نودعك، هناك محطة
ربما نكون أغفلناها، والمحطات كثيرة، وهذه الفسحة من الوقت ربما لا تأتي على كل ما هو لائق بخادم الحرمين الشريفين، إنما هو حديث الذكريات من ابنة تجاه الوالد. هل هناك من مزيد تودي أن تضيفيه لنا نعطر به أثير إذاعة الرياض وبرنامج شمعة الدار عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؟ والله أنا اللي أقدر أقول الملك سلمان هو ملك فعلا قلبا وقالبا، يملك كل سمات القيادة، إنسان يخاف الله بشكل غير طبيعي، إضافة أنه إنسان يعشق السعودية عشق غير طبيعي يعني، وتاريخها وعراقتها. يعني كان يقول أنا لو ما عشان أحفادي أحيانا أضطر الطلوع من الرياض، كان منظم جدا، يعني في عنده شهر في السنة اللي يطلع فيه إجازة لازم كل أولاده وأولاده وكل يعني عنده في بيت يجمع فيه كل أسرته ما شاء الله، كلهم يسكنون معه في نفس البيت ويعيش معهم. يقول هذه إجازة أولادي، هذا إحساسي بالأب أني أقعد معهم. وكان دائما حتى لما رحنا يسكننا عنده، فكان جدا يلم كل الأسرة في المكان اللي هو فيه ويجمعهم رجال ونساء ويحاول يكون معهم. حتى في الشارع كان يحكي مع ناس، كان جدا بسيط جدا جدا بسيط في طلعته، في قعدته، في مكانه، يعني يكره أي الشكليات اللي مبالغ فيها أحيانا. حتى هو كان جدا بسيط، حتى الناس يعني كانوا. فأنا أشهد له بأن بساطته في جلسته معنا طبيعي، في حواره ما تشعر أبدا يعني بأنك أمام إنسان، تحس أنك قاعد مع أبوك، ويسأل عن فردا ما ينسى إنسان. فحقيقي أنا أشوفه ملك وإنسان عاصر السياسة والحكم منذ طفولته، من بيت جد أب أخوان كلهم في السياسة إلى أن وصل لهذا العمر. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى يعطيه الصحة والعافية ويقدره ويرزقه إن شاء الله الخلف الصالح في ولي عهده، في ولي عهد، ويبارك لنا فيهم، ويعم الأمن والأمان الدول الإسلامية، ويتمم علينا أمننا وأماننا، وإن شاء الله نشوف من أفضل بلدنا بإذن الله بعد سلمان وأخوانه إن شاء الله. آمين آمين. مستمعينا الأعزاء، في هذه المساحة من الوقت في شمعة الدار تعرفنا على جوانب مشرقة مضيئة في حياة الملك الإنسان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، رجل الوفاء والإنسانية والحزم والعزم والثقافة والأدب والحكمة والمودة والرحمة. كانت برفقتنا شمعة الدار صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن تركي آل سعود، كريمة صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوى بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، حدثتنا بإحساس الابنة تجاه الأب. نسأل الله أن يحفظ على بلادنا أمنها وأمانها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويمد في عمره وينصره نصرا مبينا. أحبتي، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة من شمعة الدار، لكم أربع تحيات.